يا مساء الخير عليكم حبايبي، شلونكم شخباركم؟ عساكم تكونون بخير وصحة وعافية، اللهم آمين. وأنا من بعدكم طمنوني شخباركم يا بنات. لا تنسون اللايك والاشتراك لين تعرفون قناتي القديمة انحذفت، فأرجوكم أن تصعدون هاي القناة مثل ما صعدتوا ذيك القناة، وشكرا لكم ودعمكم. وهنا بدينا بيومي. أول ما قعدت من النوم الحمد لله والشكر، قعدت حسيت روحي من زمان ما ماكلة شي بيه فيتامينات أو شي يعني شلون تقولون ينطي طاقة للجسم، فحبيت أسوي بيض. وأنا من النوع اللي ما أحب البيض أبد إذا ما أضيفن عليه طحين، يعني لازم أخلي عليه طحين شوية علشان يعني توخر ريحة الزفرة. كلش كلش ما أحب البيض أنا، بس يعني حسيت يا بنات كلش طاقتي منتهية يعني، وشون تقولون ما بيها حتى حيل أقوم، فقلت لازم شوية أقوي روحي بالطعام يعني المفيد. وهنا الحمد لله سويت لي بيضة الحمد لله والشكر، وأكلتها أكيد طبعا. وجيت أخلص شغلي، فما شاء الله اليوم من قعدت لقيت الجو كلش حلو، صلوات على محمد، يعني ما شاء الله جو حلو، هوا عالي، لقيت الشمس طالعة الحمد لله والشكر. فقلت هذا اليوم يعني لازم أستقله وأغسل ملابس عندي، آه، أفتح البيت أخليه يتهوى، أشرن فراشات. فالحمد لله والشكر قعدت زين ولحقت قعدت من وقت. وهنا سويت لي حليب مثل ما قلت لكم حتى أرجع طاقتي، لأن يعني من فطرنا من العيد لحد هذا الوقت فأنا أكلي كلش كان يعني شي بسيط، ما أكل شي هواي، وكله يعني أجبان حلاوة. هذا الأكل يعني ما دخلت فيتامينات جسمي أبد، وكلش يا بنات ما أشتهي، يعني أجي للأكل أريد أكل ما أشتهي سبحان الله. وهنا مثل ما قلت لكم بعد ما شفت الهوا حلو والشميسة طالعة، فأكيد فتحت البيت وأجيت أغسل ملابس. وهذني الخاوليات طبعا مال الحمام مخليته هنا يعني يم المغسلة قريب على المغسلة اللي يغسل ينشف بهن أكيد. قلت خليه أغسلهن. أنا يا بنات كل ما أغسل ملابس يعني بين يوم ويوم، يومية، كل 3 أيام، يعني هيك حسب الملابس اللي عندي لازم أغسلهن، أنا على طول أبدلهن يعني ما أخليهن دائما. وهنا أنا الحمد لله والشكر وسبحان الله فتحت الماي والماطور، لقيت الحمد لله والشكر الماي يصب قوي ما شاء الله وحلو، يعني زين ما هو خابص صافي مثل ما جاي تشوفونه، ما أدري إيش عجب. بس يعني غسلت الملابس بماي صافي حلو، ومن شطفت الملابس لا والله رأسة صب عندنا طين وخابط يعني نطوئنا ومالح يقتل، هيك يذبح ذبح. وأنا يا بنات أغسل ملابس وأعطرهن بهذا المعطر كلش حلو ينطي عطر للملابس. وهنا يا بنات مرقتنا الكل متفق على الشي اللي يكرهها، كلها تكرهها، بس سبحان الله إحنا لا نحبها، كلش نحبها وبيها فيتامينات كلش هواي، وخاصة اللي عنده ضغط وسكر كلش راح تفيده. وجربوها على طريقتي يا بنات وراح تندعولي وراح تشوفونها شقد طيبة هي. طبعا أنا يا بنات تعلمت طبخ من ماما يعني ومرت عمو ومن عمتي الكبيرة، تعلمت من عندهن الطبخ. ليش؟ لأن هن كانن يعني يطبخن مثل مال العزايم، يطبخن مثل مناسبات، يطبخن فواتح اسم الله عليكم وعلينا إن شاء الله، فيطبخن يعني معتمدين عليهن، يعني العشيرة شلون ما تقولون العشيرة معتمدة عليهن كلش هواي. فتعلمت من عندهن الطبخ وما شاء الله يعني طبخ الحمد لله والشكر، يعني ما أحمد بنفسي، ما أحب أحمد بنفسي، بس يعني الحمد لله طبخي ما يعلى عليه الحمد لله والشكر. وهنا يا بنات إذا تشوفون اللحم قليل فإحنا لحم أبد ما نحبه، يعني بس مجرد أني أخليه بالجدر حتى ينطي طعم، بس مجرد طعم كلش، لا أنا آكله ولا أولادي وزوجي يعني مانعين عنه اللحم، لين تعرفون بالفيديوهات السابقة يعني القناة اللي راحت تعرفون يعني خطية زوجي مريض وما يصير له، يعني مو كل أكل يصير له.
والحمد لله على كل نعمة احنا بيها. وهنا مثل ما تشوفون يا بنات اجيت أول ما قليت حجي أحمد، إحنا نسميه حجي أحمد، واكو بيهم ناس اللي ما تعرف حجي أحمد اسمها كوسة، كلش حلوة. أني أطبخها بهالشكل، والطماطة أكيد أصفيها بهذا المصفي حتى أطلع القشور من عندها، يعني ما أحب أن قبل أضيفنها على الحمص مالتي، لا أطلع القشور على صفحة يعني. وهنا أنا بعد ما مرقت مرقتي وخليتها تفور وتطلع ريحة الطماطة وريحة المعجون، جيت أكفكف المطبخ. أنا كله هيك يا بنات، أكف الماعين إذا عندي، أكف المطبخ إذا توسخ، ألملمه أشوف شنو عندي، أغسل مثل الطماطة أغسلها وأكترها مثل ما جاي تشوفون، أغسل خضرة إذا عندي خضرة، يعني هيك. وأنا أمشي ألملم أحسن حتى شوية يخف عندي شغل، ويعني صحي الماعين نفسها حتى لو أغسل قبل الطبخ يعني ورا الطبخ هم شي أكيد أكو ماعين، بس شوي يعني تحسون يخف. والحمد لله والشكر هنا أنا أكيد جيت لملمت ماعيني وغسلتهن، ومثل ما شفتوا جيت غسلت هاي الطماطم بهالشكل وكترتها خليتها بالثلاجة. وهنا يا بنات انتم مثل ما تعرفوني أنا ماعيني مال العشاء أو ماعين غدا، أي وجبة يعني أغسل الماعين كترهن على هذا المفرش اللي مخليته أنا هنا حتى على ما ينشف وأدخله للكاونتر. أبد ما أدخل ماعين للكاونتر وهي مبللة، لين تعرفون ماينه مالح ويتلف يعني السلعة، فحرامات الكاونتر يعني ما أحبه يتلف، كلش أحب سلعتي أنا وأحافظ عليها. لهالسبب تشوفون يعني سلعتي مطولة عندي الحمد لله، يعني تطول عندي كلش، تصير يعني من وقت يعني وقت طويل تصير تظل عندي مطولة الحمد لله والشكر. وهنا أكيد مثل ما تشوفون جيت أغسل الماعين تتكاثر أكيد، أكثر شي يتكاثر بالحياة هي الماعين، ما أعرف ليش، شقد ما نغسل شقد ما نكف شقد ما نرتب ما يفيد، وخاصة الماعين والمطبخ يعني بالذات المطبخ. هسا أنا عندي البيت باليوم أنظفه مرة واحدة، يعني من يروحون أولادي للمدرسة أجي أنا أنظف الصبح، بعد منا على ما أريد أنام أكفكف هيك شي بسيط، يعني أشيلن ألملم هذا البيت. أما المطبخ لا والله العظيم ما محلفيني أنتم. هسه تقولون شقد تبالغ، لا أنا ما بالغ، يعني الشي أحمر أحمر أبيض أبيض. المطبخ 3 مرات أنظفه أو أكثر، يعني وغير الماعين اللي تطلع لي منا ومنا يعني ورا الوجبة أو قبل الوجبة ياكلون أولادي تعرفون بعد، أنظف وأغسلهن وأكترهن. ويا بنات مو بس أنا يعني الكل كل هيك مثلي يعني يعاني من المطبخ، هو المطبخ أكثر شي يتكركب ونجي نرتبه وما يفيد يعني بيه، ما أعرف ليش، لين كله شغلنا بيه ما أفهم. يلا الحمد لله والشكر، الله إن شاء الله ينطينا الصحة والعافية وما نحقر بيتنا ونعوف الحمد لله، الله ينعم علينا بهاي النعمة. ويا بنات بعد ما شفتوا مرقتي وين وصلت ليا مرحلة، أكيد طلعت ريحة المعجون وريحة الطماطة، جيت ضفت عليها الكوسة. شوفوا يا بنات هذا سر النكهة، الطعم مالت الكوسة كلش حلو، هيك لا تحمسونها سوا ويا اكو بيهم، لا يحمسونها بالجدر، يعني أول ما يطبخون يبدون يحمسونها، لا لا يا بنات قلوها وكتروها على صفحة، شوفوا شلون تطلع طريقتها حلوة. وأنا أكيد أضيفن عليها أضيف عليها هذا الحمص، ما أسلقه لأ أنقعه قبل فترة، يعني قبل لا أبدي أطبخ أنقعه بماي حار كلش حار يكون، وأنقعه على صفحة وأخليه. وهنا يا بنات مثل ما شفتوني أنا ما خليت لها ماي كلش هواي، لأ خليت لها على النص، على ما شوية شلون تقولون يعني تذخن، أشوف أنها تريد تذخن أضيف لها بقية الماي وخليها على راحتها على نار هادئة كلش. أنا يا بنات أطبخ كله هيك على نار هادئة. وهنا الحمد لله والشكر بعد ما استوت وضفت لها ملح أكيد حسب الحاجة، يعني حسب حاجتكم، إحنا نضيف للأكل ملح قليل. وهنا طفيت النار عليها وخليتها ترتاح. وأكيد الحمد لله والشكر طبخت التمن هنا وخلصت، وأجيت أراويكم مطبخي شلون يعني
ويا الغدا يعني قبل لا أصبه نشوفوا مطبخي شلون مرتب الحمد لله والشكر ونظيف. وأكيد سويت هاي الإضافات ورقيع على زلاطة على روبة، والحمد لله والشكر والله يشبع كل جوعان، ومع السلامة، ولهنا ويخلص روتيني.